السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية وتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه ستيب بانك بيلد كريدت. التطبيق ده مساحته 66 ميجا، محمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده عبارة عن تطبيق بنكي موجود في الولايات المتحدة الامريكية. بتقدر من خلال التطبيق البنكي ده ان انت تفتح حساب، تقدر تتعرف على الرصيد بتاعك اللي في البنك، تقدر تحول فلوس لأي حد، سواء الحد ده عميل في البنك زيك زيه أو في بنك آخر أو في دولة تانية. بتقدر تستمتع بسعر صرف مرن بالنسبة لتحويل الأموال خارج البلاد. بتقدر تدفع الفواتير اللي عليك. بتقدر ان انت لو حابب تشتري عملات رقمية مشفرة بتقدر تشتريها من خلال التطبيق ده، من خلال التحويل البنكي. بتقدر تستلم فيزا كارت تتعامل بيها من للشراء الأونلاين، أو تكون معاك ان انت تدفع بيها اي فواتير عليك او اي حاجة. بتقدر تستلمها، وبتقدر لو حصل الفيزا اللي معاك مشكلة او فقدت او سرقة بتقدر تتواصل مع خدمة العملاء ان هم يوقفوا لك الفيزا. ولو حصل مشكلة برضو في الموبايل بتاعك والموبايل اتسرق او تهكر او حد دخل على الايميل بتاعك او سرق الاكونت بتاعك، تقدر برضو تبلغ خدمة العملاء ان هم يوقفوا الحساب بتاعك اللي على الموبايل. كل الحاجات دي بتقدر تعملها من خلال التطبيق السهل البسيط ده. دي كده مميزات التطبيق. بالنسبة لعيوب التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك، بالاضافة لان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية طبعا لان هو موجود في الولايات المتحدة الامريكية. بس كده يعتبر ابسط شرح للتطبيق بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو اكتشفت ميزه او عيب فده دايما تنويه بننوه عليه في اخر كل فيديو، علشان لو حد اكتشف ميزه او عيب وشاهد الفيديو بعد نزوله بفتره طويله يكتب التعليق بتاعه. احنا دايما اي حد بيكتب تعليقات للتطبيقات سواء التعليقات دي ايجابيه او سلبيه احنا بنثبت التعليق بتاعك علشان نفيد غيرك واي حد يخش على التطبيق او على الفيديو بعديك يقدر يستفيد من التعليق بتاعك. علشان في بعض الناس بلاقيهم كاتبين لي على فيديوهات نازله بقالها فتره طويله، بقالها 10 شهور، بقالها سنه، يقول لي في حاجات انت مش قايلها في التطبيق، سواء الحاجات دي ايجابيه او الحاجات دي سلبيه. ببساطه لان وقت شرح التطبيق ما كانتش الحاجات دي موجوده، لان دي تطبيقات بينزل لها تحديثات مستمريه. قد ينزل له تحديث ممكن كل يومين، كل اسبوع، كل شهر، ده على اقصى مدى. عشان كده دايما بننوه ان لو اكتشفت ميزه او عيب اكتبها. اما لو انت شاهدت الفيديو ولقيت ان الفيديو موجود بقاله فتره طويله وخايف تحمل التطبيق فانت ممكن تكتب لي تعليق على اي فيديو وتقول لي اشرح لي الفيديو ده تاني، او تراسلني على الفيس او على الماسنجر على الاكونت باسم مراجع برامج، وانا هشرح لك التطبيق بمميزاته، عيوبه، ازاي بيشتغل، ازاي تقدر تشترك في التطبيق، ازاي تلغي الاشتراك، كل حاجة عن التطبيق. وشكرا، سلام عليكم.